عسلامة ومرحبا بكم. وصفتي اليوم هي اسمها خبزة تونس. الغريب في الأمر في الوصفة ذي أنا شفتها يحضروا فيها أخوات جزائريات وزادة سوريات، لكن تونسيات ما شفتش حتى مرة ولا سمعت بيها قبل ولا حتى في اليوتيوب. على كل أنا حبيت نقدمها للتوانسة على أساس معناتها هذه وصفتنا، وحبيت اللي ما يعرفهاش يعرفها، واذا انا غالطه معناتها موجوده هي لكن مش معروفه صحوا لي المعلومه. الوصفه هذه بسيطه وسهله وبنينه ياسر، هي تشبه للبسبوسه. والباهي فيها اللي هي اقتصاديه، وزادت تنجم معناتها تتصرف في الحشوه متاعها، معناتها اللي تنجم تحط من اقل حاجه لاغلى حاجه. على كل تبعوني في الوصفه. انا مش نقيس بنفس المقياس. هنا الكاس انا استعملت كاس عادي، انتم تستعملوا كاس ولا صحفة تقعدوا تكملوا به نفس المقياس. هنا ذا كاس ونصف شابلور اللي هو الخبز اللي نحضروه عادة للطاجين وللفلفل محشي وبرشا حاجات. هنا كاس ونصف. هنا باكو خميرة الجاتو حاجتي ب10 جرامات. كاس زبدة ذايب ولا كاس زيت ولا كاس مخلط تحبوه. هنا عندي سكر، انا هنا عملت اقل من الكاس شويه، وتنجموا تحطوا قد الزبده وقد الشابلور. هنا اعظم بيض، هنا كيف كيف معناتها قست بالكاس. هنا أنا 4 كعبات بيض. هنا نصف كاس كاكاويه مهروشه ومرحيه متوسط. هنا تنجم تتصرف من اقل حاجه كاكاويه اللي هي معناتها اقتصاديه وبنينه ياسر، كيما تنجم تحط لوز، كيما تنجم تحط نوات كوكو، انت حره. وهنا قبل ما نحضر الخبز نتاعي انا يلزمني نكون قد حضرت الشحور السيرو اللي هو خفيف. الشحور هذا معناتها كيما اللي استعملت في الخبز المكيال هو نفسه الكاس. عملت هنا كاس سكر عليه 2 كيسان ماء، وخليته يغلي 5 دقائق، وبعد طفيت عليه واضفت له 2 ملاعق كبار ماء الزهر فقط، ونخليه يبرد. وبالطبيعه احنا باش نستعملوه بارد. هنا اول حاجه 4 حبات بيض معهم السكر ومعهم ملعقه صغيره فانيليا. سامحوني انا قبل نسيت ما قلت لكمش. نخلطهم ذوب السكر معناته في العظم. نضيفوا الزبده، وهنا الكاكاوي. هنا نصب الشابلور كما قلنا كاس ونصف، وبعد خميرة الحلويات الجاتو كما قلنا هنا 10 جرامات. ونصبوها بعد مباشرة في الطبق اللي دهنته انا بالزبدة، وتنجموا بالزيت بالطبيعة. والفرن خليته يسخن 15 دقيقة على درجة 180. بالطبيعة نتفقد بعد 20 دقيقة 25 دقيقة بالتجربة المعروفة بالسكينة. كما تشوفوا صبيتوا الخليط هنا، تو ندخلوا للفرن. هنا الخبزة حضرت، تو هي تبدأ سخونة، وانا نسقيها بالشحور هذا اللي هو بارد كما قلت لكم. وهنا نخليها بعد ما نسقيها نخليها لين تبرد، بعد نقصها. هنا مش نزينها بشويه الكاكاويه، خليت انا شويه هنا زينها هكا من الفوق.